بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. سبحانه يعطي عبده النوال قبل أن يسأله السؤال ويمنحه ما لم يكن بالبال. أيها السادة، النهاردة جايب لكم بشرة لكل إنسان محتاج، إنسان يعاني من الفقر ومحتاج الغنى، إنسان يعاني من المرض ومحتاج الشفاء، إنسان يعاني من المشاكل النفسية ومحتاج الراحة النفسية، إنسان يعاني من التعاسة ويحتاج السعادة. كل هذه الأصناف من الناس تحتاج إلى أن ترتاح ماديا، ترتاح نفسيا. بشرى لكل إنسان، كل إنسان على وجه هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى أيها السادة أخبرنا على لسان نبيه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما من داء إلا وخلق الله له دواء فتداووا عباد الله. يعني إيه تداووا عباد الله؟ ما معنى هذه الكلمة؟ هل معناها أن أنا أروح للدكتور وخلاص؟ ولا معناها إن في طرق تانية للعلاج؟ تعالوا بينا النهاردة نتكلم عن المرضى والناس اللي تعاني من أمراض وتعبت مع الدكاترة. يا إخوانا، في طرق تانية، في طريق تاني وطريق تالت وطريق رابع. عندي طريق الدكتور. طريق الدكتور ده الله سبحانه وتعالى أمرنا به لأنه من باب سلوك الأسباب. في طريق تاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا عليه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله: داووا مرضاكم بالصدقة. أنا أهمل الباب ده ليه؟ لماذا لا أترك هذا الباب مع هذا الباب؟ في طريق تاني؟ في طريق تاني الدعاء. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا عن ربه سبحانه وتعالى: من لم يدعني أغضب عليه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله: الدواء هو الدعاء هو العبادة. وفي رواية أخرى: الدعاء مخ العبادة. طب ما ادعيش ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ طب ليه ما يبقاش عندي أمل في الله سبحانه وتعالى؟ في طريق ثالث للشفاء؟ في طريق ثالث للشفاء، ألا وهو القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن الكريم شفاء، والصدقة فيها شفاء، والدعاء فيه شفاء. شفت احنا أهملنا كذا باب ازاي؟ الله سبحانه وتعالى أنزل لنا غذاء طيبا جعل فيه شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يبقى أنا عندي كذا طريق للشفاء، أنا بلجأ لطريق واحد ليه؟ إذا كان هؤلاء المرضى يعانون مع الدكاترة، عنده مرض عضال، عنده مشاكل في القلب، عنده سرطان، عنده كذا، الله يا عم الجأ إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فأغلق الله في وجهه بابه؟ الله سبحانه وتعالى يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة. إحنا في أيام طيبة مباركة وفي ليالي طيبة مباركة، نحن في أواخر شهر رمضان، ويستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء. فضلا عن ذلك أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأستجب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترحم فأرحمه؟ يا إخوانا، لا ينبغي على الإنسان أن يفتح لنفسه بابا واحدا ويغلق كل هذه الأبواب التي فتحها الله سبحانه وتعالى له. أذكر لكم قصة والله حدثت معي صدقا. كنت بخطب في مسجد ما، وكنت أتكلم عن الدعاء، والدعاء حاجة عظيمة جدا من الأبواب التي فتحها الله سبحانه وتعالى له. من ضمن الحاجات الغريبة جدا اللي حدثت في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكيها لنا صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وده يعتبر آخر مرجع من كتب السنة النبوية والسيرة النبوية، وكتاب كبير جدا ومرجع من المراجع ومن كتب التراث. فيحكي لنا
صاحب هذا الكتاب حديثا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البطلة بتاعته واحدة ست مريضة عمياء، وفوق أنها عمياء هي أيضا لا تتحرك، فرجليها ما بتشيلهاش، وعندها ابن، هذا الابن هو القائم على أمرها. وبعدين هاجرت من مكة إلى المدينة، والمدينة كان فيها وباء، فلما نزلت مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الذي يقوم عليها تركها وذهب إلى مكان الرجال. بعد فترة هذا الشاب أصابته حمى المدينة ومات، فلما مات أخبروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: غسلوه وكفنوه ولا تصلوا عليه حتى تؤذنوا أمه. فغسلوه وكفنوه، وبعدين قبل ما يصلوا عليه أخبروا أمه: إن ولدك قد مات، وإن الله سبحانه وتعالى قد استرد وديعته. فقالت: خلاص، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن أطلب منكم إن أنا أشوف ابني ده. فأخذوها، هي كسيحة لا تستطيع المشي، وفوق ذلك هي امرأة عمياء وامرأة عجوزة كبيرة في السن، طاعنة في السن. فأخذوها وصلوها لغاية ابنها، فكشفت الكفن عن وجهه ووضعت يدها على وجهه وحزنت ودمعت، ثم مشت بقدميها العرجتين إلى رجل ولدها فأمسكت بقدميه، وبعدين تعلقت بأسباب السماء التي يجب أن نتعلق نحن بها، ويجب أن يكون عندنا إيمان في الله سبحانه وتعالى. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني واثق جدا أن ربنا سبحانه وتعالى هيقضي لك مصلحتك. فأمسكت هذه المرأة بقدم ولدها وقالت: يا رب، إن كنت تعلم أني هاجرت من مكة إلى المدينة ابتغاء مرضاتك وابتغاء مرضات رسولك، فلا تشمت في عدوك وأحيي لي ولدي. يا سبحان الله، انت بتطلبي مطلب غريب جدا، انت عاوزة ابنك يعيش بعد ما مات. راوي الحديث هو سيدنا أنس بن مالك، يقول: فوالله قام الولد ينتفض من بين الناس. يعني ايه؟ يعني أحياه الله سبحانه وتعالى بعد ما مات. يا اخوانا، اطلبوا من الله المستحيل. عندنا في القرآن الكريم، يروي لنا القرآن الكريم أن رجلا طاعنا في السن وامرأته عجوز، وفوق أنها عجوز عاقر، لكنه مع ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعطيه ولدا وولدا صالحا ويستجيب الله منه. يا سيدنا، الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه الكريم: والله على كل شيء قدير. أنا أذكر هذا الكلام في مسجد من المساجد، وكنت على منبر الجمعة، فلما انتهيت من الخطبة نزلت صليت الجمعة، واحد جالي يشق الصفوف وجاي مسرع، قال لي: تصدق والله الكلام اللي انت قلته كله صح. قلت: يا عم، انا ما قلتش حاجة، وإنما هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ناقل. قال لي: والله أنا جالي سرطان على الكلى، وبعدين رحت مستشفى ما تبع الشغل بتاعي، كشفت، وبعد ما كشفت قالوا لي: يا ولدي، عشان خاطر ما يزعلونيش، قالوا لي: يا إما يكون عندك سرطان ورم خبيث، يا إما يبقى عندك ورم حميد، لكن إحنا هنعمل فحوصات. قال: أنا لسه عريس وما خلفتش، فكنت في كل ليلة في التلت الأخير من الليل أحبس نفسي في الأنتريه وأقعد أصلي وأبكي وأدعي ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يذهب ما بي من الداء. وكنت أبكي وأخد دموع البكا وأحطها في مكان الألم. فترة مش كتيرة، ممكن 10 أيام 15 يوم، أنا مش فاكر هو قال لي كام يوم، لكن قال لي بعد كده حسيت إن أنا بتحسن قوي. فرحت نفس المستشفى وطلبت إن يتعاد لي التحاليل والإشاعات تاني. فقالوا لي: يا ابني ليه؟ قلت لهم: أنا عاوز أعيد التحاليل والإشاعات حتى ولو على حسابي.
فإرضاء لخاطري عادوا لي التحاليل والإشاعات، بيقول لي والله الدكتور مسك الإشاعات القديمة والتحاليل القديمة والإشاعات الجديدة والتحاليل الجديدة، ويقول لي يا ابني أنت ده، هو أنت يا ابني ده، أنت يا ابني ده، وأنت يا ابني ده. قلت له إيه يا دكتور، هو ما طلعش سرطان؟ هو طلع ورم حميد. قال لي يا ابني والله لا عندك ورم حميد ولا عندك ورم خبيث ولا عندك حاجة خالص. يا اخوانا الله جلت قدرته قال في قرآنه الكريم والله على كل شيء قدير، لماذا لا تترك باب الله الواسع وتترك الأبواب الضيقة؟ سيدنا رسول الله رسم لنا أكثر من باب، فتح لنا أكثر من باب للشفاء، خذهم كلهم: باب الدعاء، باب الصدقة، باب التداوي بالعسل، باب التداوي بالحبة السوداء، باب التداوي بالقرآن الكريم. يعني المريض يروح للدكتور، روح للدكتور وخد العلاج، لكن خد عسل كل يوم، خد حبة البركة زي ما قال لك سيدنا النبي، اقرأ كل يوم جزء بنية الشفاء، تصدق كل يوم ولو ب5 جنيه بنية الشفاء. الله سبحانه وتعالى يشفينا ويعفو عنا ويذهب ما بنا من أمراض ويذهب ما بنا من هموم وينفس ما عندنا من كروب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.